في حديقة مضاءة بنور الشمس، يطارد أحمد أرنبا أبيض غريبا يرتدي صدرية ويحمل ساعة جيب. يختفي الأرنب في جحر كبير، مما يثير فضول أحمد الذي لا يلين. مدفوعا بدافع لا يقاوم، يقفز أحمد إلى المجهول، متبعا الأرنب إلى الأعماق. يهوي أحمد في جحر أرنب عميق، متسائلا عن مصيره. إلى أين أنا ذاهب؟ بينما يسقط، تومض أمامه مشاهد غريبة، خزائن وصور معلقة بشكل لا يمكن تفسيره على جدران الهاوية. يدخل أحمد قاعة تصطف على جانبها أبواب صغيرة لا حصر لها. يلتقط بريق معدن عيني، فيلتقط مفتاحا صغيرا مزخرفا. يدور المفتاح بسلاسة، ويتأرجح الباب إلى الداخل ليكشف عن حديقة مذهلة. أحمد الصغير الآن يخطو إلى حديقة العجائب، وهي عالم من الغرائب النابضة بالحياة. يظهر قط شيشاير وتتسع ابتسامته، ثم يتلاشى إلى العدم. يرى أحمد صانع القبعات المجنونة والأرنب البري في عمق حفل الشاي الفوضوي الخاص بهما. لماذا الغراب مثل مكتب الكتابة؟ أحمد يتأمل مباراة الكروكيه الغريبة، حيث تلعب القنافذ دور الكرات وطيور النحام دور المطارق. يشتعل غضب الملكة الحمراء، وهي تأمر بقطع رأس أي لاعب يخطئ. يحاول أحمد يائسا تجنب غضب الملكة الحمراء على أمل أن يبقى غير ملحوظ. في قاعة المحكمة، يشهد أحمد محاكمة غير عادلة، ووجهه يعلوه قناع من عدم التصديق. تتهم الملكة الحمراء أحمد. هذا كله هراء. استيقظ أحمد مدركا أن مغامرته لم تكن سوى حلم. يقف ويعود إلى المنزل ممتنا لهذه الرحلة الغريبة. يستيقظ أحمد في الحديقة، وشعور بالارتباك يغيم على ملامحه. ينظر حوله، وإدراك متزايد ينتشر على وجهه. كل هذا كان مجرد حلم. يعود إلى المنزل، وشعور عميق بالامتنان يغمره لهذه التجربة الغريبة.